نطق الشهادتين بأعلى صوته فنجاه الله وحماه بعنايته الإلهية. طفل من محافظة الأنبار تحديدا من مدينة الرماد يصبح حديث منصات التواصل الاجتماعي بعدما شوهد من خلال كاميرات المراقبة أثناء خروجه من منزله متوجها إلى الجامع لأداء صلاة الفجر جماعة مع المصلين، ودون سابق انذار فجأة خرجت أمامه مجموعة من الكلاب السائبة طاردته في الشارع كادت أن تلحق الأذى به، فاستدار بسرعة كبيرة وحاول الهرب وهو يصرخ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذا ما حدث بعد ذلك. بمجرد ما نطق الشهادة انصرفت عنه الكلاب وغيرت طريقها وتوقفت فجأة، لم تصبه بأي أذى. سبحان الله، استطاع أن ينجو بنفسه بعناية إلهية ورغم صغر سنه وصعوبة الموقف المفاجئ الذي مر به، إلا أنه لم يغفل عن طرق باب الله وطلب الحماية وردد الشهادة على لسانه، وفعلا حماه الله وأنقذه. الواقعة هذه أفرزت ردود أفعال كثيرة على منصات التواصل وإشادات واسعة للطفل. طبعا وجهت إلى هذا الطفل. اختار لكم نماذجا من تلك التعليقات. نبدأ من ديما. تقول ديما في تعليقها الذي كتبته، ماذا تقول ديما؟ تقول ديما ذكر الله سبحانه وتعالى أو ذكر الله سبحانه وتعالى فأنجاه، لك الحمد يا رب. عافية، هيك تربية ترفع الراس. همي أنا رايح يصلي الفجر وهمي أنا عنده إيمان رغم هو صغير، بس والله فاجأني يعني. تعليق آخر ومداخلة من أنوار المدينة يقول سبحان الله العظيم لأن كانت تحرس الملائكة عند أدائه صلاة الفجر. تعليق آخر ومداخلة من سرور يبدأ بضحكة طويلة، لو أني أسلم نفسي عفي عليه يعني ربي حفظه. الضحكة ما لها داعي. تعليق آخر من مهند فخري يقول الحمد لله نعمة الإخلاص والتسليم لله، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. تعليق آخر من أبو سجاد يقول أبو سجاد في تعليقي ما متوازي أصلي بالبيت، ليش تعرض نفسك للتهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالله هاي كلاب سائبة مسعورة لو عضتك أكلتك شان صار هسه. تعليق آخر ومداخلة أخرى من سيف يقول سيف في تعليقه يقول سيف سبحانك ربي ما أعظمك وما أرحمك وما أكرمك. هذا يؤكد لنا أن ذكر الله ينجي العبد من المصائب والكوارث. هيجي تنشئة صحيحة تحتاج أن تدرس وأن يقتدى به. الله يحميك والحمد لله على سلامتك.